تعرف ايه اللي حصل لل10 لعيبه اللي ميسي اختارهم كاكبر مواهب في عالم الكوره؟ في 2015 ميسي عمل كامبين مع اديداس اسمه باكد باي ميسي، اللي اختار فيه اكبر 10 مواهب في عالم الكوره بالنسبه له عشان يلبسوا جزمته ساعتها. منهم اللعيب البرازيلي كاندي اللي كان يعتبر موهبه كبيره وكان لسه ماضي مع تشيلسي بس عمره ما اثبت نفسه معاهم وحاليا بيلعب في بلد الوليد. جيريمي بوجا كان برضه ناشئ في تشيلسي ساعتها بس ما لعب لهمش غير ماتش واحد وحاليا بيلعب في نيس الفرنسي. جيمس ويلسون كان ناشئ في مانشستر يونايتد ساعتها بس ما نجحش معاهم وحاليا بيلعب في الدرجه الثالثه في انجلترا. ميسي برضه اختار ماكسويل كورنيه اللي كان ناشئ في نادي ليون وبعد ما نجح معاهم لعب لبيرنلي وويست هام في الدوري الانجليزي. ميسي برضه اختار لاعبين امريكان جيارسي زاردس وكايري شالتن اللي لعبوا مسيرتهم كلها في امريكا لحد دلوقتي. اليكساي ميرانشوك لعيب روسي كان بيلعب في لوكوموتيف موسكو لما ميسي اختاره وحاليا برضه بيلعب في الدوري الامريكي. روني لوبيز كان ناشئ في مانشستر سيتي ساعتها بس ما لعب لهمش غير ماتش واحد وحاليا بيلعب في فرنسا البرتغالي. واختار اكورشو بنتفاجنا اللي كان بيلعب في نادي باليرمو الايطالي وحاليا بيلعب في الدرجه الثالثه الايطاليه اللي قضى فيها معظم مسيرته. واخيرا ميسي اختار تيمو فيرنر اللي كان بيلعب في لايبزيج ساعتها واللي كان متوقع يكون من احسن المهاجمين في العالم بس عمره ما وصل للمستوى المتوقع منه.